وحنا عارفين خرب بلادنا، وعارفين السياق، وعارفين هاد الكيل بمكيالين، عارفين بان القانون ديال الحجر وديال الظروف حال الطوارئ والظروف الصحيه وكذا، عارفين بانه كيطبق غير على الحركات الاحتجاجيه وعلى المناضلين وعلى النضال، ما تطبقش على العياشه اللي خارجين في واحد العدد المناطق المغرب. داك الخروج ديال الخوال الخاوي، دوك الخروج المؤدى عنه مسبقا، والزروال بحال مسيره الزراول وغير ذلك. علاش ما منعوش التجمع اللي دار في العيون اللي تيقولوا المنظمين ديالو كان فيه 56,000 وفق قنيطره في جميع وفق ريبكا وفي جميع المدن المغربيه راه كاين. هذا القانون كيطبق فقط لقمع الاحتجاجات. هذا استمرار ديال داك القانون اللي ما تكتبش ليه انه يتمرر ديال تكميم الافواه. هذا استمرار اذا لهذاك القانون، تطبيق فعلي وعملي ديال القانون ديال تكميم الافواه. وسجل يا تاريخنا النضالي، وسجل يا تاريخنا النضالي، نركع لن نحن الجبينة، ولا نركع لن نحن الجبينة. وسجل يا تاريخنا النضالي، وسجل يا تاريخنا النضالي، نركع لن نحن الجبينة، ولا نركع لن نحن الجبينة. تحياتي اذا اخواتي اخواني، احنا اليوم اذا في هذه الوقفه الاحتجاجيه التي قمعت بشكل رهيب اكثر من المتصور. احنا ماشي زعما سداج كنا جايين معولين غنلقاو مفرشين لنا الطريق بالورود، جايين معولين على جميع الاحتمالات ودرنا 3 السيناريوهات. هذا السيناريو اللي حصل هو أسوأ سيناريو، هو هذا، هو انه ما غاديش يخليونا حتى نوقفوا. هذا الشيء حسبنا ليه ودرنا حسابنا باش يمكننا ننفذوا الوقفه ديالنا. حنا كنعتبروا الاخوان الاخواتي اخواني اليوم نفذنا الوقفه ديالنا. وتحيه مره اخرى للاعلام اللي حاضر، اعلام المواقع الالكترونيه اللي تشكل اليوم اعلام بديل. وتحيه للمناضلين، راه ولا كل شيء اعلامي، شوف تبارك الله كل شيء هاز بورطابل كيصور، كل شيء ولا اعلامي، ما بقى ما يتخبى غير داير زينه. فاذا هذا الاحتجاج ديالنا اليوم هو وصل القياده ديال النقابه ستجتمع قريب، حنا كنجتمعوا كل خميس وغادي نشوفوا شنو يمكن كيفاش نردوا على هذا الشيء. ونخبر كل من يهمه الامر باننا راسلنا جميع المنظمات الحقوقيه في البلاد، هما حاضرين معنا الدوليه، راسلنا جميع المنظمات الدوليه، ليو لانترناسيونال ديديكاسيون والOIT المنظمه الدوليه للشغل، راسلنا الجميع، جميع المنظمات، قلنا لهم راقبوا معنا، تبعوا معنا شنو غادي يوقع، لان حنا عارفين شنو غادي يمكن يوقع للمناضلين والنضال والاحتجاج. فكل شيء راه متبع معنا اليوم. راسلنا القنوات اللي على بالكم، قنوات الاولى والثانيه وميدي 1 راكم شفتوا راه حتى وحده ما جات، حنا عارفينهم هذوك. ولكن جاء الاعلام البديل، انا كنوه به مره ثالثه ورابعه. فاذا اخواتي اخواني، حنا اليوم علاش خارجين كنحتجوا؟ حنا ماشي سخن علينا روسنا قلنا راه جاي نوضوا اللي كان قال واحد السجال مغربي من نهار ولدتني امي قالت لي خرج سير بسط الدنيا. حنا ماشي غير خارجين بغينا نبسطوا الدنيا، حنا اصحاب قضيه. النقابه الوطنيه للتعليم سيدتي هذه نقابه تاريخيه، بالمناسبه والاخوان في الاعلام، هذه النقابه التعليميه الاولى في البلاد، كانت دائما وما زالت وستظل النقابه الوطنيه النقابه التعليميه الاولى في البلاد بفضل المصداقيه. حنا ما بايعين ما شارين، مصداقيتنا فوق هادشي كله. حنا خلينا فيها الشهداء، التاريخ راه النقابه باديه من 66، خلينا فيها الشهداء وخلينا تضحيات جسيمه اخطر من الاستشهاد. شي اللي مات الله يرحمه راه يمكن رحمه به يمكن راه مات، ولكن الاخطر من الاستشهاد هو شردوا الناس في ارزاقهم. عقلتوا على الحسن الثاني فاش وقف 2000 ديال نساء ورجال التعليم في 79، 2000 اللي توقفت. لازلنا صامدون سيدتي مناضلون، رغم القمع رغم السجون. لازلنا صامدون سيدتي مناضلون، رغم القمع رغم السجون. لازلنا صامدون. هذا الشيء اذا
حنا على درب الاساتذه ديالنا، على درب الرواد اللي اسسوا النقابه واللي اسسوا النضال في البلاد. على هذا الدرب حنا سائرون بداك الشيء اللي نملكه، كل ما نملك ما نضربوا بجميع الاسلحه التي نملك، غادي نضربوا بها وكنضربوا بها جميع الاسلحه. ما غاديش نرفعوا يدينا، غادي نبقاو نقاوم. لا تراجع لا استسلام، معركة إلى الأمام. 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 أنتم كتشوفوا إذا ملفات تتراكم اليوم، ما يزيد على 23 ملف بيننا وبين الوزارة، ما يزيد على 23. كل مرة كيخرج لك ملف من جديد. اخر ملف هو ديك الفضيحه ديال مركز تكوين المفتشي التعليم، اللي ولاو الناس خارجين اللوائح معلقه باش يشوفوا الناس شكون اللي ناجح. كيلقى الواحد رقم الامتحان ديالو ولكن السميه ديال واحد اخر، والناس مثلين عرفنا واش اللي نجح هو صاحب رقم الامتحان او صاحب الاسم. وهذا الشيء بالمناسبه هذه اذا كانت تعرى في هذه المباراه ديال مركز تكوين المفتشي التعليم، فراه حصل نفس الشيء بالنسبه للمباراه ديال توظيف الاساتذه الذين فرضوا التعاقد. الاخوان ديال الدار البيضاء في راسهم الخبار، وتبعنا هذا الملف، ولكن لا حياه لمن تنادي، ما كاينش مع من الدوي. هذا الملف سمينا ان بلس ان، عندنا ان زاد ان بلس ان، غدا ان بلس دو، حنا غاديين هذه غدا 25 ثم 26 ملفات تتراكم. الحل راه ما يمكنش يدار الحل خارج الحوار، راه ما يمكنش يدار الحل عن بعد. راه لابد انه الوزاره تجلس الارض والوزير يجلس الارض باش يمكن نباشروا هذه الملفات مع الحركه النقابيه. واللي مسؤول يلقى الحل ولا يرحل، واللي مسؤول يلقى الحل